هل انت شخص بتحاول ترضي كل اللي حواليك عشان ما يزعلوش؟ لا، لو انت الشخص ده صدقني انا اللي هزعل وهجيب ناس تزعل. الناس دي للأسف ما بتعرفش تقول كلمة لأ أبدا، ما خدوهاش في الكلاس. الناس دي بتخاف على مشاعر اللي حواليها موت. طيب بالنسبة لمشاعر حضرتك كابتن، بالنسبة لمشاعر حضرتك وضعها ايه؟ الشخص ده على طول حاسس بالذنب، خصوصا لو طلب حاجة لنفسه من نفسه، على طول شايل طاجن سته، فاكر نفسه رئيس مراجيح مولد النبي، هو اللي مسؤول عن إرضاء كل البشرية اللي حواليه، مسؤول عن حزنهم، عن فرحهم، عن حل مشاكلهم. صراحة مش عارفة هو فتحة الصدر دي جايبينها منين. الشخص ده على طول حاسس انه مش فارق لحد، مشاعره مش بتتقدر، محدش بيفكر هو عايز ايه، نفسه في ايه. هو حضرتك يا كابتن حاسس يعني مش متأكد لحد دلوقتي؟ ده انت اكتر واحد دايس على نفسك وهينها. الناس دي بالنسبة للي حواليها زيها زي الهوا بالظبط، نسمة. ما بياخدوش رأيهم في أي حاجة ولا بيعملوا اعتبار هم عايزين إيه، لأن هم متيقنين إن هم مش هيقولوا لأ على حاجة، وعارفين إن هم مطرح ما يحطوها يتحط، مش هيفتح بقه. الناس دي غلبانة غلب، لا بتهش ولا بتنش، بيبعدوا بكل الطرق عن المشاكل وعن الجدال، وان احنا نختلف في وجهات النظر اللي هو عند اي اختلاف. يا عم ده انت صح، يا خبر ابيض انا ادخل معاك في جدال ممكن يخسرني حبك. بيتعاملوا مع الناس على اساس ان هم بني ادمين وعندهم مشاعر، لكن هم اميبا وحيدة الخلية بتنشطر بس. الشخصيات دي يا جماعة جدعة قوي، شايله نفسها قبح في كل الاوقات، وشايله اللي حواليها قبح، وممكن تشيل اي حد ماشي في الشارع قبح، ما عندهاش اي مشكله. بس لما بيجوا بيتعبوا وبيشتكوا وبيرفعوا ايديهم يقولوا احنا تعبانين، الناس بتبص لهم بمنتهى الاستهزاء، لان هم ما لهمش الحق يطلبوا حاجه، طول عمرك شايل شيل وانت ساكت، فهم اكتر ناس تعبانه ومريحه اللي حواليهم. لو اكتشفت ان انت الشخصيه دي، شوف الفيديو اللي جاي اقول لك انت ليه بقيت كده وازاي تتعامل مع الشخصيه دي.